بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك، وطبعا تعالوا معانا كده نشوف الأوردر الجميل النهارده اللي مطلوب مننا كيكة. بسم الله ما شاء الله، يجعل بالهنا والعافية لكل ياكل منها. جبت 6 بيض للكيلو الدقيق، وجبت 4 فانيليا، و3 كيك شيف. طبعا كل هيتو ضربته في الخلاط، وكيس عصير برتقال من اللي هو التان كده. بس بصراحة كانت طعمها جميلة وتحفة بطريقة سهلة وبسيطة كده. وطبعا معلقة خل ورشة ملح صغيرة عشان ريحة الزفارة. كله قلبته في الخلاط. كوبايتين سكر، وحطيت كوباية لبن، بس ايه حسب ما عاوز يعني، عشان الخلاط مش ضربتها على الجد كده. بس بقيت اللبن هفضيه مع الخليط في البول. وضربته كلته في بعضه في الخلاط. بصراحة ما يعني كانت في واحدة قاعدة قصادي بتقول ما تضربي كله في العجان. قلت لها لا، أنا بحب أعمل بالذات الكيكة في الخلاط. شفشق الخلاط ده أنا بعمل فيه كل حاجة. والأربعة فانيليا برضو فضيت كله فضيته في الخلاط. وجبت اللي جت جنبي دي يا جماعة، دي بنت أختي. أنا كنت شغالة، قالت أنا هاجي أصور جنبك. قلت لها حاضر، تعالي يا براء صوري جنبي. هي بتحب تطلع معايا في اي فيديو بجد يعني. سابت مامتها قاعده وقالت انا هاجي جنبي. قلت لها تعالي جنبي، ايه اللي حصل يعني؟ يعني مش عايزه تطلع معايا في اي فيديو عادي يعني. قلت لها تعالي معايا واقعدي معايا. عامه انتوا كده كده واخدين اجازه من المدرسه، وتعالي معايا واقعدي معايا يعني. وشوف انت في كل فيديو تطلع معايا يا رؤى. عسل برا. طبعا ده كيلو دقيق يا جماعه. فضيت كيلو الدقيق، انا كنت نخلاه. فضيته كله في البوله. وطبعا اللبن معايا حسب ما انا احتاج اللبن. يا دوبك الخليط تحتاج خلاص كده، خلاص عايز تاني لبن بحط لبن. عامة انا عندي اللبن متوفر لسبب يعني. انا جايبه نص كيلو بس كده، ايه اما اشوف لو انا عايزه تاني. عندي اللبن متوفر عشان انا بجيب اللبن يوميا صبح ومغرب، عشان احنا بنروب لبن ونبيع جبنه وزبده وقشطه حسب ما الزبون عايز مننا اي حاجه يا جماعه. وطبعا لو انا مش لقيت اللبن الحليب انا كنت هعمله بلبن رايب. عامه الكيكه بتبقى جميله جدا باللبن الرايب. ماشي. انا انا بستعملها على طول اللبن الرايب بالكيكه. بسم الله ما شاء الله. طبعا جبت شويه زيت بقى، دهنت الصينيه، وقمت جايبه بقى ايه شويه بعد قبل ما تدخل الفرن. انا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق يا جماعه عشان تبقى على نار هاديه يعني. رشيت رشه جوز الهند كده عليها، زي ما انا بعمل لنا، انا بعمل لاي حد على فكره يعني. انا اللي هاكلها يا جماعه. وبعد ما استوت زي ما انتم شايفين كده، بدأت بقى ان انا اقطعها قطع صغيرة كده، بس جميلة جدا. حبيت اعمل مثلثات، حبيت اعمل قطعة مدورة كده يعني، ايه حسب التقطيع يعني عامة. المهم انا في طبقين هيتملوا، وطبق صغير برضه هيتملي لسبب اللي عايزة. في واحدة كده عزيزة عليا قالت لي سوري انا عايزة نص كيلو بس على الجد كده. قلت لها حاضر، هي اللي هتاكله لوحدها يعني عامة. قلت لها اللي انت عايزاه، ومش عايزة اي حاجة وجيبها لك كده عادي برضه. قالت لا وزني نص كيلو وهاتهولي. عامة انا يا جماعة كانت طعمها تحفة. وحكاية الكيكة دي بصراحة يعني انا خدت حتة صغيرة كده من يعني ايه، بس كان طعمها جميل جدا عامة. شفتوا؟ عسل من تحت مظبوطة ومن فوق مظبوطة، وكانت جميلة جدا. آه جبت بقى الطبق ده باخد كيلو كيكة زي الكيلو الجبنة بالظبط، بس ده كبير شوية عن كيلو الجبنة لسبب دي يعني ايه. التاني بيبقى ملموم شوية، انما ده كبير شوية. جبت الاكبر طبق عندي في اللي انا جايباه يعني للجبنه وكده. وقمت جايه بقى ايه وزنته يعني، حطيت فيه الكيكه وقمت جايه وزنيه. اللي عايزه هم 3 انفار عايزين مني يا جماعه. جيت بقى ايه عملت الطبقين دولي. رصيت فيهم الكيكه، وجيت طبق صغير برضو حطيت فيه نص كيلو على الجد. رغم اللي كانوا قاعدين يا جماعه، قلت ده اللي قاعدين بيقولوا احنا عايزين ندوق يا سوير. قلت لهم بصوا انا هعمل الاول الطلبه اللي مطلوبه مني الاوردرات الجميله دي، ولو فاضيه يا ستي انتوا وهي اوعدكم هحط قدامكم الصينيه بحالها. قالوا يعني احنا ناخد فاضيه؟ قلت لها لا انتوا مش بتاخدوا فاضيه، يا تقعدوا وانا هعمل لكم احلى صينيه. بس ديت صحابها جايين دلوقتي عشان هم عايزين الكيكه دي جاهزه على طول. اقعدوا وانا هعمل لكم احلى صينيه والله، وهقسمها عليكم كلكم. قالوا لا احنا عايزين من دقوت. والله اصبروا، اللي يفض منه خدوه. اللي يفض اصلا يعني منها خديه. شالوا الصينيه كلها يا جماعه. وقمت جايبه بقى ال3 طبق ده. الطبق الصغير ده نص كيلو، والطبق الكبير كل طبق كبير انا وزنته على فكره. كل طبق كيلو. انا وزنه كل طبق من الكيك كيلو. ليه انا عملتها قبل كده برضو منك الكيكه.
قلت لهم خلاص ماشي اللي انتوا عايزينه وتشرفوا. وساعة ما خلصتها وانا بادئه اقطعها يا جماعه رنيت عليهم عشان خالص نهائي. على فكره انا كنت ظابطه العجان كده جنبي على اساس انا كنت بعد ما العجين التورتايه بس حطيت العجينه في الفرن تستوي في فرن البوتاجاز. وبعد كده ايه بدات بقى بصينيه الكيكه ديت، يعني عشان الكيكه بتخلص مدتها بسيطه يعني عن التورته وكده، مش بتاخد وقت عامه هي الكيكه على طول يعني. بسم الله ما شاء الله. شفتوا انا غلفتها كده تغلفه كويسه. عند البقره دي يا جماعه على طول لاي حاجه موجوده عند البقره دي حلوه خالص يعني. انا هي معايا على طول في اي حاجه بغلف بيها سواء هي حلوه للكيكه على طول في ايدي. قلت بقى خلاص، بس جهزت بقى الشنط على اساس ان هم ياخدوها فيهم برضو. بس انا حبيت بقى ان انا اعمل الصينيه الجميله دي النهارده واصورها معاكم، رغم ان انا نزلت كام صينيه على الصفحه. بس هو ده شغل النهارده يا جماعه، وهو ديت حياتنا النهارده، ويجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منها. انا ببقى مبسوطه جدا جدا والحاجه ناجحه في ايديا، عشان يعني ياكلوا الحاجه كده وهم مطمنين، مش يقولوا يصير فيها حاجه وحشه او اي حاجه. لا والله يا جماعه، اللي طلبها وعملت لها قبل كده عملتها تاني وهعملها على طول، وما بغيرش المقادير بتاعتي، وهي دايما على طول معايا كده يا جماعه. بس كانت طعمها تحفه وحكايه. انا لما شلت لهم الصينيه خدوها بقى كلوا اللي فيها اللي بقيت الصينيه قالوا انا يا زور، قلت لهم انتوا حرين. ليه كان جنب قاعد كده نفر اختي وبنتها وكده، قلت كلوا بقى اللي فايض. وام برضو كانت قاعده برضو تقول اعملي لنا صينيه، قلت حاضر هنمشي الناس الاصدقاء الاول كده ونديهم حاجتهم الاوردرات بتاعتهم، وبعد كده هعمل لكم احلى صينيه والله. بسم الله ما شاء الله، احلى عمال صينيه كيك بطريقه سهله.